مايك تشيك. السلام عليكم، أنا جايكم اليوم من عام 1886 عشان بس أقول لكم أهلا بكم في إذاعة إكس، وخلونا نبدأ. اليوم عندنا في إذاعة إكس يا أخوان سوالف جدا كثيرة. في ستريمر جاي بالعيد وعلى حسب ما قريت يا أخوان الآدمي هذا تبند من كل شيء في الحياة، تبند من سيرفرات 5M أو جراند الحياة الواقعية. طبعا هذه بالنسبة لي طز يعني، ولكن اللي تبند منها كانت سيرفرات كبيرة زي ميستري تاون وريسبكت، وراح نتفصل برضه في موضوع الباند حقه سواء من السيرفرات أو الأماكن الثانية اللي تبند منها. وعندنا يا أخوان فريق جديد في المملكة العربية السعودية واللي هو فريق يورباي، فريق لصناعة المحتوى. ولكن قبل ما نبدأ يا أخوان أهم شيء لايك واشتراك وانشروا المقطع هذا في كل مكان. من زمان ما سويت إذاعة إكس وحاسس اني مره متحمس للحلقه هذه. وخلونا نبدا باول شيء واللي هو ملك الباندات. طبعا ملك الباندات هذا يا اخوان شخص اسمه صرخي، والصدق ما عرفته الا من الثريد هذا اللي بنزله واحد اسمه الغامدي. بس المشكله في الشيء هذا كله انه الشخص هذا اللي اسمه الغامدي كاتب ارجو الجميع من بعد الثريد لا احد يتكلم عنه، لان هذا مبتغى يطلع نفسه ترند، وتغريده الشخص هذا واصله الان 827,000 فاتوقع انه ما في مشكله لو تكلمت عنه. على العموم يا اخوان هذا اللي اسمه صرخي صدق ما كنت اعرفه، كنت اشوف له لقطات بس ماني فاهم وش السالفه. ولكن على كلام الغامدي قاعد يقول انه هذا الشخص اللي اسمه صرخي كان قاعد يبث في سيرفرات جراند او سيرفر ريسبكت، كانت مشاهداته عاديه، ولكن جاله باند لمده شهرين ويوم. والباند هذا كان بسبب انه تلفظ بكلام غير لائق، بين قوسين كلام جنسي وصريح، وصرخي ما كان عاجبه الكلام هذا، فطلع وقاعد يقول انه هو ما يستاهل الباند هذا، وقاعد يبرر ليش هو ما يستاهل. وبعد ما تبند في ريسبكت راح للسيرفر الثاني اللي هو MT، ولكن بعدها برضه لقى باند نهائي في MT، وسبب الباند كان شيء بايخ الصدق. وعشان اختصر عليكم السالفه، كانوا مسوين مزاد في السيرفر، والمزاد كان على سياره، وكانوا بيبيعوا السياره هذه تقريبا ب20,000 ريال سعودي، فلوس حقيقيه مو في اللعبه. فالادمي هذا اللي اسمه صرخي ما ادري صرخي اتفاجأ من المبلغ، وقال لو عندي الفلوس هذه كان اشتريت فيها سياره في الحقيقه. وهو صادق 20,000 ريال والله ما حطها في 5M لو ايش. ولكن الهرجه هنا يا اخوان انه بعد ما قال الكلمه هذه الشخص اللي كان فاتح ستريم وقاعد يزاود اللي اسمه برق قفل البث حقه. فالناس اخذوا اللقطه هذه وقالوا انه صرخي صك برق بعين. بوريكم اللقطة اللي أخذت عليها بان نهائي. 20,000 ريال على إيش؟ على شيء صراحة أنا أشوفه بكيف يا حبيبي، بس والله مبلغ الله يرزق، أنا أقول لك بس مبلغ مو هين ترى. ففي اللقطة أنا تكلمت إنه المبلغ 20,000 مبلغ عالي جدا إنك تشتري فيه سيارة في اللعبة، والله يرزقه. وبرك كان يفتح بث وفجأة طفى البث حقه، فالناس في التويتر أخذوا هذه اللقطة من أنا حسدت رجال وأنت حسودي. أقول لكم يا جماعة هذا الإنسان ما شاء الله ربي رازقه ما شاء الله، الله يوفقكم. بوريكم لقطة لشونغ وهو مصدوم لأول مرة يعرف إنه في سيارة سعرها ب9,000 ريال في السيفر. تقريبا كم؟ 2 ايفون ونص. لا تمزح معي والله العظيم والله. ايش هذا يا عيال؟ استثمر فيه يا عيال وربي غالي كم دي؟ وانا عارف يا اخوان هروج جراند بايخه مره، ولكن الشيء اللي صار بعد كذا انه صرخي هذا بدا يهاجم شونغ، وما سأل شونغ لحاله، سأل شونغ والجماهير شونغ، قاعد يقول لهم جماهير ام زكي. جماهير ام زكي وصل فيكم الحال من التويتر للتيك توك. حاب اقول لكم يا شباب لقمنا لمده اسبوع ما نقدر نفتح بث في التيك توك بسبب جماهير ام زكي، وباذن الله مواصلين بثنا بشكل يومي في الكيك، وهذا اسمي ظاهر لكم الان في الشاشه، ولا تشيلوا هم جماهير ام زكي، انا جبل ما يهزني ريح. ما ادري الصراحه وش المشكله بينه وبين شونغ، ولكن حرفيا قاعد يحط اي شيء في شونغ وجماهير شونغ. انسرقت الزنوبه حقته من عند المسجد، قال اوه حسبي الله ونعم الوكيل، انا حاسس ذا الشخص من جماهير ام زكي. بدا يجدول عليهم وشاف انه سيرتهم وسيره شونغ قاعد تجيب مشاهدات في التيك توك، فقرر يستغل الشغله هذه. حتى في هرجه التصويت للجوائز قاعد يقول صوتوا لدربحه واسحبوا على ام زكي، اسحبوا على شونغ. فهمتوا الشغله هذه؟ لا تكفى يا صرخي تراك ضغطتهم مره. وانا الصدق اشوف انها حركه بايخه. المفروض انك انت صانع محتوى قاعد تبث او ستريمر، خلك على الشيء اللي انت فيه، خلك على البثوث، سيبك من المشاكل اللي مالك دخل فيها. حرفيا اغلب المقاطع اللي قاعد ينزلها قاعد يجيب فيها سيره شونغ. انا ودي اعرف وش المشكله اللي بينه وبين شونغ الصدق. ولكن بعد فتره يا اخوان جاله برضو باند نهائي من سيرفر ريسبكت، وكان سبب الباند المحتوى المسيء للسيرفر والسيرفرات الاخرى. يعني بكل اختصار انت قاعد تبث في سيرفرنا حياك الله، لكن انك تبث في سيرفرنا وتسيء لناس ثانيه انت كذا جيب لنا الكلام، فاحنا ما نبغاك من الاخر يعني. ولكن سوالف وبياخذ جراند هذه كوم، واللي صار في المباراه حقت المنتخب كوم ثاني. بعد ما خسر المنتخب من المكسيك انتشر له مقطع من البث اللي كان مسويه على المباراة وهو لابس تيشيرت المنتخب وقاعد يطقطق على المنتخب، لا وفوقه قاعد يتغزل في البنات اللي طلعوا على الشاشة. وش البجاحة ذي يا ابويا؟ يا قلبي انا اموت فيك يا عمري، يا قلبي انا اموت في الجمال، انا وي الجمال. وبعد هذا كله بعد ما بث المباراة في الكيك وزي كذا جاله باند على الكيك، او حسابه توقف مؤقتا في الكيك. يعني تبند من سيرفرات جراند تقريبا اشهر سيرفرين، وتبند من الكيك مؤقتا، وقاعد يفتعل مشاكل يعني من ولا شيء. راح اسمعكم اغنية الجديدة شنغا بانغا.
شنغا بانغا شنغا بانغا شنغا غانغا شنغا بانغا غانغا شنغا. ولو تركزون الشيء المشترك بين الاشياء هذه كلها انه هو اللي جابها لنفسه. والصدق يا اخوان ما حد يتمنى نوع الشهرة هذا اللي يكون قايم على استفزاز الناس. حاليا صرخي صاير معروف على انه هو الستريمر او الشخص اللي عايش على استفزاز الناس، وهذا الشيء ما هو كويس. اتمنى انه يراجع نفسه في الموضوع هذا طالما انه تو بادي تقريبا، فيقدر يلحق. اتوقع انه يقدر يلحق على الشيء هذا ويبدا بداية جديدة ويصير انسان يعني بعيدا عن التفاهات اللي قاعد يسويها. ونقول ان شاء الله انه يقدر يلحق على مستقبله زي ما انت راح تلحق على عروض متجر المستنقع. وللي ما يعرف متجر المستنقع، متجر المستنقع يوفر لك مكتبة العاب ضخمة باسعار تنافسية ورمزية، بالاضافة ليوزرات تيك توك واشتراكات يوتيوب بريميوم وغيرها الكثير. والمتجر ما هو متخصص بس في العاب البي سي، فيها العاب اكس بوكس وفيها العاب بلاي ستيشن، وخدمة العملاء عندهم جدا ممتازة سواء كنت في المريخ ولا كنت في جدة. وطالما انه جبنا سيرة جدة يا اخوان، خلونا نخش على الفريق الجداوي، فريق يورباي. وقعوا مع اول صانع محتوى لهم واللي هو برضو من جدة، واللي هو عمر ماكس اتش دي. ليش انا قلت انه الفريق هذا الفريق الجداوي؟ لانه اغلب الاعضاء الى الان من جدة. ولكن قبل ما نخش في الموضوع على طول، خلونا ناخذ لمحة بسيطة عن فريق يورباي وليش وقعوا مع عمر، وايش المفاجأة هذه اللي صارت على بدايات 2025. بالاساس يورباي هي محفظة رقمية تابعة للبنك الراجحي، وفي يوم 19 نوفمبر لسنة 2024 سووا حفل لاطلاق فريق يورباي، واللي كان خاص بعالم الرياضات الالكترونية. يعني الى الان ما له دخل في صناعة المحتوى. ولكن الشاهد بالموضوع انه بالحفل هذا اساسا كان موجود عمر عبد الرحمن او ماكس اتش دي، وعلى بداية السنة هذه وقعوا مع بطل العالم عبد العزيز الشهري، وخلوه هو المدير لقطاع الرياضات الالكترونيه بنادي يورباي. وفي يوم 5 يناير نزلوا الاعلان واللي كان مع ماكس اتش دي، والاعلان هذا كان واحد من اصل 5 صناع محتوى. يعني بعد عمر في 4 صناع محتوى، وتم الاعلان عن 3 منهم. زي ما قلنا الاول هو ماكس اتش دي، والثاني كان عزام. طبعا انا مره فرحت لعزام لانه الادمي هذا على الصعيد الشخصي جدا محترم يا اخوان، واتمنى له كل التوفيق صدق. والثالث كان تي ام فيصل. طبعا الرابط المشترك بين الثلاثه هذول كلهم انهم من جده، فصانع المحتوى الرابع ضروري يكون من جده. وهذا الشيء اللي صار يا اخوان. اليوم يوم 9 يناير اعلنوا عن العضو الرابع واللي كان تاحو. وطبعا الاختيارات الى الان ما اقدر اعطي رايي فيها بالضبط هل هي كويسه او ما هي كويسه، وضروري نعرف من العضو الخامس. وضروري العضو الخامس يكون من جده، طالما انهم كلهم جداويين فالعضو الخامس لازم يكون من جده عشان يكون في كيمستري اصلا. فمين تتوقعوا يكون العضو الخامس؟ مدير العالم ممكن، بحكم انه واحد من اشهر المؤثرين الموجودين باليوتيوب حاليا ومن جده. متحمس صراحه اعرف من العضو الخامس، ومتحمس اشوف شغلهم كيف بيكون، بحكم انهم يورباي فمعناته الفلوس ما راح تكون اي مشكله. واكثر شيء عاجبني انهم من جده. اخيرا شفنا فريق من جده. اغلب الفرق حاليا اذا تبدا في الرياض، ومقرها يكون في الرياض، وشغلها يكون في الرياض. انا عارف انه الرياض فيها فرص اكثر من جده، ولكن حتى جده فيها فرص. طبعا سالفه انه الفريق جداوي هذه تحريات من عندي، واتوقع انها صح يا اخوان، واتمنى فعلا انها تكون صح. وهذه بدايه جدا محمسه لسنه 2025 خصوصا في مجال صناعه المحتوى. شفت ناس كثير متضايقه من اختيارات اللي كانوا يقولوا انها اختيارات عشوائيه، ولكن انا اشوف عادي. يعني ما شفنا منهم شيء عشان نحكم اصلا. غير كذا حاليا في توجه جديد للكلانات، والتوجه هذا هو انهم ما ياخذوا يوتيوبرز، ياخذوا ناس مشاهير في التيك توك. واول كلان بدا بالتوجه هذا كان كلان 25، وبعده جانا بيكس. شفنا اغلب اللي فيه اساسا ما هم يوتيوبرز، كلهم صناع محتوى مقاطع قصيره سواء في التيك توك او الانستغرام او حتى ممثلين. ولو تيجي تسال نفسك السؤال الذهبي، ليش ما ياخذوا يوتيوبرز؟ لانه ما في يوتيوبرز يا اخوان. في يوتيوبرز كثير لكن ما في مؤثرين. حرفيا التاثير عند اغلب اليوتيوبرز عندنا صفر. وانا اتكلم عن السعوديه، اليوتيوبرز السعوديين ما هي عنصريه، ولكن احنا عندنا في اليوتيوب السعودي تقريبا اغلب المشاهير او المؤثرين في كلانات، ما عدا كم واحد ينعدوا على اصابع زي عبد الله المطيري او ملزلز. وممكن في يوتيوبرز او مؤثرين لكن ما هم حابين يشتغلوا مع كلانات، حابين يشتغلوا لحالهم، وهذا من ابسط حقوقهم. يعني مجال صناعه المحتوى حاليا يحتاج يوتيوبرز كثير، ومو بس يوتيوبرز، يكونوا مؤثرين، ناس ياخذون الموضوع كبزنس وكمسيره مهنيه حقيقيه، ما ياخذوها كتضيعه وقت. انا ابغى اضيع وقت بس في اليوتيوب. هذا التفكير يمكن 2018 2017 2016، لكن حاليا المجال يطلع ذهب يا اخوان، ولازم تفكروا فيه كبزنس. ممكن اتكلم عن الموضوع هذا في مقطع منفصل ونتعمق فيه اكثر. قولوا لي رايكم في كلان يورباي، وهل الفريق هذا بينجح، وايش رايكم في اختياراتهم، ومن تتوقعوا العضو الخامس؟ متحمس الصراحه اشوف المنافسه بينه وبين الكلانات الثانيه، لانه كل ما زاد الفرق زادت المنافسه وزادت المحتويات الغريبه والرهيبه. لايك واشتراك وانشروا المقطع هذا في كل مكان يا اخوان، ونشوفكم على خير ان شاء الله. يلا سلام.